تختلف عادات وتقاليد المغاربة خلال شهر رمضان باختلاف المدينة التي يعيشون فيها، فبالإضافة إلى الفروض والطاعات التي يدعو إليها الدين الإسلامي، تفرض العوامل الجغرافية والثقافية المختلفة عاداتها وتقاليدها على سلوكيات المسلمين خلال شهر الصيام. لرمضان في عاصمة البوغاز نكهة خاصة، كل شيء مختلف ومميز، فعندما تتجول في شوارع المدينة نهارا وبدءا من منتصفه بعد أن يكون صباحه قد جعل المدينة تعيش سكونا وفراغا في جل أركانها، تجد أوجها مختلفة لطقوس ما قبل الإفطار في مدينة لا يزال سكانها يحافظون على قيمهم الراسخة. ولأن شهر رمضان تزامن خلال السنوات الأخيرة مع فصل الصيف، فإن بعض الأسر تفضل ارتياد شواطئ المدينة للتخفيف من حر النهار والانتشاء برطوبة الجو والاستمتاع بمداعبة الأمواج. ومع اقتراب موعد الإفطار تعرف الأسواق الكبرى لطنجة إقبالا كبيرا من أجل التزود بكل ما تحتاجه وجبة الفطور والاستعداد لتهيئ مائدة الإفطار حتى تحتوي على كل ما تشتهيه الأنفس. ولشهر رمضان بمدينة طنجة طقوس دينية وعادات اجتماعية متوارثة ضاربة في القدم، حيث تشهد المساجد نشاطا مكثفا يتميز بتدفق كبير للمؤمنين من أجل أداء صلواتهم، خاصة صلاة العشاء والتراويح في جو من الهدوء والتقوى. ليالي رمضان عند الطنجاويين تتحول إلى نهار، فمن اللحظات التي تستهويك خلال رمضان هي فترة ما بعد صلاة العشاء، حين تدب الحياة من جديد في المدينة، خاصة وأن ليالي مدينة البوغاز تتميز بجو يتسم بالاعتدال، حيث يرتاد الناس شوارع وساحات المدينة للترويح عن النفس والاستمتاع بهدوء الليل وسحر الجو. وفي معزل عن النساء يسهر الرجال وهم يتجاذبون أطراف الحديث في مقاهي المدينة لمناقشة ما استجد من مواضيع، وهم يحتسون الشاي الذي تم تحضيره حسب طقوس محلية. وفق هذه الطقوس الرمضانية يقضي سكان مدينة البوغاز أيام شهر الرحمة والغفران في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والدفء وإعلاء قيم الإيثار والمودة.